تشكيل النادي الاهلي امام يانج افريكانز. وقبل ما نقول التشكيل صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام الاول في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعه. انت شايف التشكيل من وجهه نظر يسترب عامل ازاي؟ والله هو المدرب ده محدش يتوقعه، بس انا من وجهه نظري حراسه المرمى الشناوي. الشناوي حراس المرمى. معايا فيها دي؟ معاك فيها، انا متفق تمام. معاك. طب وفي الدفاع؟ انا شايف قلبين الدفاع هيبقى ياسر ابراهيم وجنبه ياسين مرعي. اتفق معاك جدا. شايف الاطراف باك يمين وباك شمال. مش عارف اقول لك مين، ما عندناش غيرهم يعتبر الفتره الاخيره، محمد هاني وكوكا. متفق برضه معاك فيها. طب ونص الملعب انت شايف مين؟ نص الملعب انا شايف هيلعب بمروان عطيه، وقدامهم تمام. امام عاشور وزيزو. بحب انا المثلث ده. انا شايف هيلعب بطريقه هجوميه افضل شويه. مثلث ده بحبه جدا. انت شايف الاجنحه هتبقى شايفها ايه؟ بالنسبه لي لو بن شرقي مش متصاب يبقى تريزيجيه وبن شرقي. وانت؟ انا شايف برضه لو بن شرقي مش جاهز، بس انا شايف برضه هيبقى فيه يا الشحات يا طاهر هينزله. انا شايف او من محسن وجهه نظري الشحات، بس يعني بس ماشي تمام. طب راس الحربه؟ مفيش غيره حاليا جريدي شو. جريد شاور. تتوقع هينزل حد من الصفقات الجديده ولا لا؟ انا اتوقع الصفقات الجديده لو الماتش في المتناول والدنيا كويسه والاهلي مسجل اهداف ومستريح في الماتش، لا انا شايف الصفقات الجديده هينزلهم اخر 5 دقائق 10 دقائق يشاركهم في وان المباراه. شاء الله نكسب.